النمو السكاني يعني زيادة عدد الناس في بلد ما. مصر بلدنا الحبيب، وشهدت زيادة كبيرة في عدد سكانها عبر السنوات. تخيلوا، في عام 1882 كان عدد سكان مصر حوالي 7 مليون نسمة فقط، ومع مرور الزمن زاد عدد السكان بشكل كبير. في عام 1960 وصل عدد السكان إلى حوالي 26 مليون نسمة، ثم تضاعف هذا العدد تقريبا في عام 1986 حيث وصل إلى 50 مليون نسمة. واليوم في عام 2025 تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة. هذه الزيادة الكبيرة تجعلنا نفكر: لماذا يزداد عدد السكان في مصر بهذه السرعة؟ هناك سببان رئيسيان لزيادة عدد السكان في مصر. السبب الأول هو الزيادة الطبيعية، أي الفرق بين عدد المواليد والوفيات. فمصر تشهد ارتفاعاً في عدد المواليد وانخفاضاً في عدد الوفيات، وهذا يؤدي إلى زيادة طبيعية في عدد السكان. أما السبب الثاني فهو الهجرة، أي انتقال الناس من بلدان أخرى للعيش في مصر. هناك بعض الأشخاص الذين يهاجرون إلى مصر بحثاً عن فرص عمل أفضل أو حياة جديدة. ينتشر السكان في مصر بشكل غير متساو، فنجد أن معظم السكان يعيشون في وادي النيل والدلتا، وهي مناطق خصبة تتميز بوجود المياه والأراضي الزراعية. هذه المناطق مكتظة بالسكان حيث يعيش فيها الملايين. على الجانب الآخر نجد أن الصحاري الشاسعة في مصر شبه خالية من السكان، فهذه المناطق قاسية يصعب العيش فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه. سكشن فار: كيف نقيس عدد السكان في مكان ما؟ نستخدم مفهوم الكثافة السكانية لمعرفة عدد السكان الذين يعيشون في كل كيلومتر مربع من الأرض. نحسب الكثافة السكانية بقسمة عدد السكان على المساحة الكلية للمنطقة. على سبيل المثال، إذا كان عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين نسمة ومساحتها 3000 كيلومتر مربع، فإن الكثافة السكانية في القاهرة هي 10 ملايين ودريلي 3333 نسمة لكل كيلومتر مربع. سكشن 5: هل يمكن أن نعيش في الصحراء؟ مع زيادة عدد السكان في مصر، نواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توفير الموارد اللازمة للجميع. فهل يمكن أن نفكر بطريقة مختلفة ونستغل الصحاري الشاسعة في مصر لزيادة المساحة الصالحة للعيش؟ هل يمكن أن نجد حلولاً مبتكرة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق زراعية وسكنية؟ هذا هو التحدي الذي يواجهنا في المستقبل، فهل نستطيع تحويله إلى فرصة؟